من الذي يجيب بين ظلمات القبر ووحشة القبر، بين ملكان يسألان، بين ذلك الملكان نيبانهم تجر وكأنها تفلق الأرض فلقا، شعرهم سود شديدين سواد الأعين. تخيل المنظر، والله لو أنك بين الدنيا ورأيت الملكان لفررت منهم. ثم بعد أن يجيب العبد ويحسن ذلك العبد فأحسن في الدنيا فأحسن الله إليه، فيقول أنير قبره، فينور قبره بنور الإسلام، وتخرج منه رائحة مثل رائحة المسك، ويأتي إليه رجل يملك كتابا أبيض فيلقيه إليه فيقول هذه أعمالك. ثم يبدأ ضمة القبر، وما منا من ناجي من ضمة القبر، ولكن ضمة القبر تنقسم إلى قسمان أيضا، فيضمه القبر أحن من ضمة أمه إليه. ثم يقول له الملكان ويرانه مكانه في الجنة، يرى ذلك الرجل مكانه أو قصره أو بيته أو منزلته في الجنة، يراها فيقول ربي عجل فيها، أي ربي عجل في يوم القيامة، لأن رأى الرجل أحسن في الدنيا فأحسن الله له في الآخرة، فيقول ربي عجل يوم القيامة، ربي عجل يوم القيامة، ويظن ذلك الرجل يقول ربي عجل حتى تقوم الساعة. هكذا يكون حال أهل الصلاح، أهل الفلاح، أهل التقوى، أهل الإيمان، أهل الدين، أهل الرحمة، أهل الصدقة، أهل التراحم، أهل الصدقات، أهل الكلمة الطيبة، أهل الابتسامات، يكون مقعدهم من الجنان. من أين أتيت أن يكون له مقعده من الجنان ومقعده من النار في القبر؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ على من؟ على آل فرعون، يعرضهم الملائكة على مكانهم ومنزلتهم في النار غدوا وعشيا حتى يعذبوا قبل أن يدخلوا النار نفسها. إخوتي في الله، حتى لا أطيل عليكم فاستغفر الله يغفر لكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب. صلاة وسلام على الحبيب المصطفى نبينا وقدوتنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخذنا في البداية العبد الصالح، أسأل الله أن نكون منهم جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. أما العبد الخبيث والعياذ بالله، أعاننا الله وإياكم وعافانا وإياكم، قولوا آمين. آمين. من بداية من يدخل عليه ملك الموت، فيرى الرجل ملك الموت أمامه، فتفر الروح بين العروق، تفر الروح بين العروق وتنغمس حتى لا تخرج من الجسد، فيأتي إليها ملك الموت قابضا فيمسك ذلك الروح ويجمعها من بين العروق فيهزها، فيصرخ صرخة لا يسمعها بشر، لا يسمعها إنس، لا يسمعها أهل بيته، لا يسمعها أهل داره، فيصرخ صرخة لو سمعها الناس لخروا سجدا لله من أول صرخة إلى أن تقبض أرواحهم. وإن للموت لسكرات، ويخرج ذلك الملك الموكل بقبض روحك، يخرج ذلك الروح وأنت تعاني، وأنت تعافر، وأنت تريد أن تهرول، فتخرج الروح من بين أقدامك إلى نصفك إلى تصل الروح إلى الحلقوم، وتنغمس الرجلين على بعضهم البعض،
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إلى من؟ إلى الله. وحد الله. فيخرج روحه من جسده بعناء شديد، فتظل الروح بين الأذن حتى يكون سميعا لأهل بيته، فيدخلان عليه ثم يكفنانه ويغسلانه ويجعلونه على 4 وحملوه على الألواح فأخذوه إلى المسجد حتى يصلوا عليه. فماذا يقول ذلك العبد؟ أمهلوني يقول أمهلوني ولو للحظة. أراد ذلك العبد أن يمهله الله ولو للحظة، ونحن بين يدي الله، بيننا الساعات وبيننا الأيام وبيننا الشهور وبيننا السنين، وتمر بنا الأيام وننسى الله، نسى الله فانساها نفسه. يقول أمهلوني، وإلا أمهلك الله سنة ماذا ستفعل يا مسكين؟ اغتنم عمرك، اغتنم حياتك، اغتنم ما بينك وبين ربك، اصلح ما بينك وبينه. اتق الله في جسدك، اتق الله في نفسك، فإنك والله واقف بين يديه، وإنك والله لمحاسب ومجزى على ما عملت. فيقول أمهلاني، فيدخلون فيصلوا عليه فيحملونه على الألواح. وحملوني على الألواح 4 ثم يأخذونه فيذهبوا به إلى دار الآخرة، يذهب به مكانا لا مفر منه، يذهب به إلى دار قراره، يذهب به إلى مكانه وخلده. فما يقول العبد إلا شيء واحد، فما يقول إلا أمهلوني، فما يقول إلا أمهلوني. ثم يدخلونه في قبره، وفي آخر قالب يغلق عليه يقفو نصف وقفة، ثم يجلس، ثم يأتي إليه الملكان كي يحاسبانه، ويدخلان عليه ويسألانه: من ربك؟ من ربك يا مؤمن؟ من ربك؟ ويصمت ذلك الرجل ولا يتحدث. نسى الله في الدنيا فأنساه في الآخرة. يصمت ذلك الرجل: من ربك؟ كيف لا يعرف الله؟ كيف لا يعرف من خلقه؟ كيف لذلك العبد نسى الله؟ كيف ذلك العبد نسى من ستره في الدنيا على الذنوب والمعاصي والآثام؟ فيقول: ها، وكأنه يتعجب في علامة استعجاب. ها لا أدري. فيضربانه الملكان بمطرقة على رأسه حتى ينزل في الأرض 70 خليفة، فينزلان إليه ثم يقفانه. تخيل المنظر. ثم يقفانه ويسألانه مرة أخرى: ما دينك يا عبد الله؟ فلا يستطيع أن يجاوب، فلا يقول إلا ها لا أدري. ما درى ما دينه، ما علم الإسلام، ما تعلم التقوى والإيمان، ما ذهب إلى المساجد هرولة حتى يصلي بين يدي الله، ما كانت نيته خالصة لله سبحانه وتعالى.
فيقول لا أدري. فكيف يا عبد تدري وأنت قد نسيت إصلاح نفسك في الدنيا؟ ثم يأتي إلى السؤال الأخير بعد أن يضربانه مرة أخرى فوق رأسه بمطرقة فيذهب إلى الأرض إلى 70 خليفة فيسأل أنا ما النبي الذي بعث بكم؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بكى واشتد به البكاء حتى ابتلت لحيته. فقالوا له الصحابة ما الذي يبكيك يا نبي الله؟ قال والله إني أبكي شوقا لأحبابي. فاستغرب الصحابة في تعجب أولسنا أحبابك؟ قال بلى أنتم أصحابي أحبابي قوما يأتون من بعدي ويؤمنوا بي ولم يروني. نحن أحباب رسول الله فكيف لا نعرفه في ذلك السؤال ما النبي الذي بعث بكم؟ فيقول ها لا أدري فيضربونه بالأرض فينزل إلى 70 خليفة فيأتي إليه رجل أسود شديد السواد شديد كراهة الرائحة فيأتي إليه بكتاب أسود ويقول هذا عملك. فيقول له هذا عملك فيأخذ عمله بشماله ثم يضمه القبر. تخيل ثم يضمه القبر ضمه حتى تختلف أضلاعه. ضمة القبر حتى تختلف أضلاعه. يمينه يصبح في يساره ويساره يصبح على يمينه. ثم يرونه الملائكة يأخذوه ثم يرونه مقعده في النار والعياذ بالله. أعلن الله وإياكم. يرى مقعده الرجل من النار فعليك أن تتخيل بشاعة المنظر. أنت حاسب وضربت مرة واثنان وثلاث ثم انكمش عليك القبر حتى اختلفت أضلاعك. فوق كل ذلك ترى مقعدك من النار. أين القيامة؟ ربي لا تقوم الساعة، ربي لا تقوم الساعة. وتنادي حتى تقوم الساعة. ربي لا تقمها. لما؟ لأنه وجد مقعده من النيران والعياذ بالله. علم أنه سيعذب وهنالك مقعده من النار يراه. إخواني وأحبابي في الله علينا أن نغتنم كل لحظة وكل ثواني وكل دقيقة وكل ساعة وكل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى لا نكون مثل ذلك الخبيث والعياذ بالله. إخواني في الله والله وأقسم لكم بالله ما أريد إلا صلاح نفسي وإصلاح الجميع حتى نكون كلنا جميعا محاسبون بين يدي الله ويأتي الله بيننا ويحكم بيننا ويدخلنا جميعا في جنات النعيم، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لنا قصورا. إخواني في الله حتى لا أطيل عليكم، من كان من توفيق فمن الله وحده سبحانه وتعالى، ومن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني أنا أخاكم العبد الضعيف بين يديكم ومن الشيطان، وأسأل الله عليه العفو والغفران. اللهم آمين يا رب العالمين. كما أسأل الله رب العالمين في كل يوم جمعة أسأل الله أن تكون هذه الساعة اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت ونظفنا يا ربنا فيما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اصلح شأننا يا رب العالمين كله
ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح بيننا وبين إخواننا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك باليهود يا رب العالمين. اللهم فرق وحدتهم وفرق شملهم يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.